بجد يا جماعه مش متخيله ان العظمه دي كلها تطلع من البيت ومن ايدي انا. عايزه اقول لكم ان عملت حلاوه الموسم في البيت بطريقه سهله وما كلفتنيش ربع الثمن. عملت السودانيه والسمسميه وزي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم كل اللي ياكلها ما يصدقش ان انا عاملاها في البيت، لا يقول لي دي جاهزه. يا جماعه احلف يا جماعه دي جاهزه، معموله هنا في البيت. يقول لي لا دي جاهزه. يلا نشوف الطريقه اتعملت ازاي. اول حاجه طبعا اي حاجه هنبتدي نشتغل بيها لازم طبعا دهنه زيت، لان الحاجه دي هتلزق مني، فدهنه الزيت طبعا هتخليني اتفادى اي حاجه تلزق فيها. تمام. هنا البطاطا بتاعتي والصينيه فيها كيس نايلون او كيس بتاع التلاجة دهنته زيت. السكينه بتاعتي زيت. اول حاجه طبعا حله على النار فيها ربع كوبايه، انا هعمل ربع سوداني وربع سمسم، فهستعمل ولكل حاجه ربع كوبايه من السكر. في حله على النار وعليها اقل من ربع كوبايه الميه ومعلقه من عسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين كده، واسيبهم على النار. وبعد كده اما يغلى اول غلوه هضيف عليهم رشه فانيليا وعصره ليمون. والسمسم بتاعي هنا بيتحمر على نار هاديه خالص، لان لازم السمسم بتاعي يكون يكون سخن. تمام. هعمل اختبار طبعا زي ما انتم شايفين للسيرم بتاعي. انا هنا بقلب في السمسم لازم يتحمص كويس. هعمل اختبار للسيرم بتاعي بكوبايه ميه ساقعه من الفريزر. تمام. هنا انا كنت بعصر ليمون والفانيليا عشان اشوف السيرم بتاعي ان هو اتظبط ولا لا، ان هو يظبط في الحلاوه بتاعتي ولا لا. هعمل اختبار بسيط خالص. هجيب كوبايه ميه في طبق واشوف الاختبار اللي هو شويه من السيرم اخدهم على جنب. لو اتكسر معايا اعرف ان هو كده تمام. ما اتكسرش ولسه بيلزق يبقى السيرم بتاعي فاضل له شويه. هنا كنت بجرب كذا مره عشان مش عايزاه في ثواني هتلاقيه ان هو اتحمر منك. تمام كده خلاص. ده الاختبار الاخير يا جماعه. كده خلاص ان هو بيقول لي ان خلاص كده انا خلاص، يعني خلاص تقدري تقلبي كل حاجه. هنا انا كنت بقلب على السريع، قلبت السمسم على السيرم بتاعي في ثواني. عايزه اقول لك ان الحركه دي ما تاخدش في ايدك دقيقتين. تمام عشان هيقفش منك مش هتعرفي تحركي. في الصينيه بتاعتي اللي على الكيس النايلون وبصي افردي بقى، اتني الكيس على بعضه وافردي بالنشابه بتاعتك في ثواني هتلاقي نفسك عملتي احلى حلاوه موسم. بصوا زي ما انتم شايفين كده الطريقه سهله جدا جدا. وسيبيها تبرد وبعدها قطعيها. اول ما تبرد قطعيها وبعد 10 دقايق كلي احلى حلاوه موسم سمسميه في البيت، سمسميه وسودانيه. ونفس الطريقه اللي عملتها في السمسميه عملتها في السودانيه برضو. هنا انا هسوي الحروف واقطعها نفس الطريقه. بصوا ربع كوبايه السكر عليها اقل من ربع كوبايه الميه عليها معلقه عسل جلوكوز. وبعد كده هعمل لهم اختبار. اول ما اللون اللي هو الاصفر اللي بيبقى ذهبي شويه هعمل لهم اختبار. العسل اتكسر مني في الميه يبقى كده تمام. العسل لسه بيشد وبيلزق لا يبقى كده لسه فاضل شويه لحد ما يتكسر. خدي بالك من الاختبار ده، اعمليه مره واثنين وثلاثه. زي ما انتم شايفين كده انا كنت بحمص برضو احمص برضو السوداني بتاعي. لازم برضو يكون سخن، يكون دافي مش سخن جامد لا يكون دافي شويه. وهنا برضو عصره الليمونه بعد ما الشربات بتاعك يغلي شويه. وزي ما عملت في الاولاني بعمل في التانية يا جماعه. عايزه اقول لكم ان كان طعمها حلو جدا جدا، انضف واحلى. وبصوا اوفر مليون مره من اننا نجيبها من بره. زي ما عملت في السمسميه هعمل في السوداني. هحطها برضو على الكيس وهتني الكيس عليها وافردها بالنشابه او البطاطا بتاعتك. هنا انا كنت بعمل الاختبار وعايزه اقول لك هتاكلي احلى حلاوه. عايزه اقول لك ان هي استنيت يا جماعه تاني يوم بسم الله ما شاء الله يعني تاكلي. بصوا والله كنت مفكره، عارفين انتوا الواحد لما يعمل حاجه اول مره ما بيبقاش متوقع نتيجه، مثلا لا اول مره هتفشل مني بس تاني اديرها اتعلم وتاني مره هتطلع حلوه. لا الحمد لله يا رب طلعت حلوه جدا. وكل اللي اكلها عجبته قوي قوي. وما كنتش حد متوقع يا جماعه ان دي معموله في البيت. يا جماعه دي معموله في البيت. يقول لي لا انت بتهزري. لا معموله في البيت يا جماعه معموله في البيت. يقول لي لا انت بتهزري. ما شاء الله ما شاء الله كانت حلوه قوي. بس المره الجايه ان شاء الله. وعملت القشطه وهنعمل مع بعض ان شاء الله الحمصيه. وهنبدع بقى شايفين في ثواني وهي سخنه كده تفردها معاكي هتتفرد بسرعه. انما لو بصوا العسل بصوا القمر. لو سكت عليها هتنشف وتقدد منك. عايزه اقول لكم ان كانت مقرمشه وكانت بتتكسر وجميله جدا جدا. وكل اللي شافها عجب واكل منه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميله جدا جدا. وافتح مطعم افتح محل حلويات يا جماعه. ايه رايكم؟ شكلها كان حلو قوي. ديت الحروف والطروف اللي كانت اللي كنت مسويها طبعا لسويها واقطعها عشان اخليها زي الجاهزه برضه. دي الحروف اللي كنت مسويها وكده. تمام يلا باي باي.